الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، نعود إلى درسنا السابق. كنا نتكلم حول أركان الإيمان ووصلنا إلى الإيمان بالآخرة، واليوم سنتكلم حول كيفية الحشر وما سيجري في الحشر إن شاء الله تعالى. قالوا برايد عزيز برايد بسلمان ما درسك ما هبو درس ما بحثات هذا شرط ركن إيمانت كل إيمان بخدا وملائكته ما أمهاتن جيكو إيمان بآخرته إيجاد إيمان بآخرته داجي إيرو أمي بحثات شبكن بحث حشر أوان تشتي كد آخرته دا تشيد بن أمي بحث أوان بكن إن شاء الله. حشر چيه اشتراطي قوتن حشر ود حشر دا تشيد بن أمي وان بيجن لورا قال لك آيات القرآن خدا عز وجل تدا بحث حشرتك حياتوي سيستماوي تشيد با تشينا بترج مرة قوتي أفاناجي أم بيجن غيب خيب تشتيكو أم خو نزان خدج مرض بيجه يعني بعقل أم فعم ناكد أم بعقل نزان تشكي شوايه فقط تشتي خداج مرض بيجه أم جراد بيجن غيب. طبعا الحشر معناه هو جمع الناس في مكان واحد للمحاسبة. هناك شيء اسمه بعث وهناك شيء اسمه حشر. البعث هو خروج الناس من القبور إحياؤهم مرة أخرى، والحشر هو أن يجمعهم الله في مكان واحد ليقضي بينهم ويكافئ ويعاقب من يستحق المكافأة ومن يستحق العقاب، فاسمه الحشر. الله عز وجل يحشرهم في أرض المحشر. وكما نعلم يوم القيامة سيكون حياة ليس مثل هذا الحياة، ليس هناك جبل ولا بحر ولا ماء، لا ندري. الله عز وجل يبدل، كيف يبدل ماذا سيكون الله أعلم، ولكن بشكل يتماشى أو يتوافق مع الحياة الأخرى المستمر، الحياة التي لا نهاية لها. الدنيا لها نهاية، لذلك كل يوم نرى مطر، نرى زلزلة، نرى أمور أخرى، الجفاف، الحريق، فيضانات. أما الآخرة لن يكون هناك شيء مثل هذا. لذلك الله عز وجل يبدل، وبعدما يبدل يجمع الناس في مكان، واسم هذا الجمع في اللغة العربية نحن نسميه الحشر، يجمع الناس إلى أماكن. وإن كان الرجل قد مات في مكان بعيد، ولكن الله عز وجل يحييه ويأتي به إلى مكان المحاكمة. اسم هذا الحشر. حشر بعربي كلمة عربية بزمان كردي معناوي قوم كرنا إنسان الميدان كده، إنسان توبت كده ميدان كده. دتش تفرده هنا ما درس بري عم بيجن كان حفظه بري ما تقول بحث يعني ساخ كرنا إنسان خودي جارك إنسان تشتا ساخت كه بيشتك وان ساخ كرجي قومت كده ميدان كده بيورن محكمة تديرو صالون محكمة هنا بيورن بيا ميدان محكمة. إجا خدا عز وجل آخرته دا حياتك نوك في حياتها الدنيا اكو امهرن الدنيا داويك ام جراد بيجن دنيا كي وك في دنيا هاننكو هيف وروج وجرم وسرما وباران وزلزله ودبرم وعردهج تشكي ساكنوتنا شكون خدات قرآن داد بيجه از عرض و عسمانه بسيستمك تازه درستكم سيستمك الغورا اخرته لورا سيستما فيها دنياي سرما هي تتقفل جرى جلته بن هابين خيدان دديت عاجز تبي جرم چيد با آگر چيد بن آخرت دا خدا حياتك چيت که او حيات هانه امجراد بجن حشر كمبونا انسان تف توبت که چما وان توبت که جبونك محكمه كوان بك ورن تشكريه و ابي تشتيج ام تف دزان الكهاوي خدا عز وجل بري آيات داد بيجه انسان لكمر ببرا بمره دور دبه نزد به روجا قيامت خدا توا ساخت که او بدا ورن محكمه هانه لوي ميدان هانه خدا انسان او حيوان او هر تشتي توبت كجبونيكو حكم قرارك نابرا واندا بدا امجراد بيجن حشر. طبعا الله عز وجل في آيات كثيرة يذكر كيفية الحشر بأنه يحيي الناس والناس يذهبون من تلقاء أنفسهم كأن هناك شيء يجرهم جرا إلى أرض المحكمة. الله عز وجل هكذا يقول يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، أن يكون هناك مكان إشارة وكل الناس يأتي إلى هذا المكان. نصب أي شيء منصوب، يضعون شيئا إشارة ويقول اجتمعوا إلى المكان الفلاني. كما ترون مثلا في هذا الدولة هناك أماكن عليها اللوحة يقول
مكان الاجتماع، إذا حصل حريق أو أي شيء كل الناس يأتوا إلى هذا المكان حتى نرى هل هناك شخص مفقود أم لا. مكان الاجتماع كأن الله عز وجل هكذا يعمل، الناس يأتون من تلقاء أنفسهم، أو كأن هناك من يسوقهم سوقا إلى هذا المكان الذي الله عز وجل سيجمعهم. هكذا الله عز وجل يعبر كأنهم إلى نصب يوفضون، يخرجون ويسرعون إلى هذا المكان. هذا أحد المناظر التي الله عز وجل يذكرها في القرآن الكريم حول كيفية الحشر. ده حشره ده سیستم کدی خدا بحث که، یعنی سیستم که غریب و عجیب چه به خدا تفکی انسان ساخت که مخلوق تفت ساخت به ایجا امسر انسان خبر دادن. اوان انسان را پشت خدا وان ساخت که وکا که اشارت که دانی بن جهه که و هر کس وی آلی دا باز داده عجلت کنته وی جهانه وقت اشارت که داتینی تبه هر کس برای را کن ببه او تینه. اب آیاتك ما خوند خدا دبجاج قبر خدارتين او بعجله ودادشن. مثلا ام بجن اكيكو جان هناك دولتك فابريقه وان برمازن هنا فابريقه وزان معمله يعني دوان فابريقه دا تدري سر اسمه مثلا 5000 انسان عجله چن هندر 5000 هندر درتين هر کس چه هندر وجي دبي ابيات جي من ابيات دبي جي من عجله باز ددن بفي شكل يعني وكاكو حب وزان حفصار چيه کی سری حیوان پیکاشت کی حفصار یعنی وکا انسان تر حفصار سریوان دا من یاجل دوان یک هبه وبدار الوان خبج زوهر وی جهانی انسان اواکن و چار آلی دا کم دبن عجله اجاجی خدا آخرت دا وی سیستم آنه چید که وان انسان نب کیفا خود تفتینه توفت بن یعنی اوی انسان الکمر به برامر به بین دنیا نا چقاس آمازن یا ده بحری دا مر به لچینه مر به لامریکا مر به لروسیا مر به لکمر به للنرويج مربل برشقا دوري هفن او جيك خدا عز وجل بجا ابرام محكمه منه هر كستي خدا وان ساخت كوتي نجي يعني جو خدا بخنت جو كاس كي نكاره بيتشتي يعني خدا عز وجل بيتشتي يعني تنيت كاره كافياج ايمانا ما ابى. امر اخر حول الجمع، الله عز وجل بعدما يحيي الناس يجمعهم وكلهم ياتي الى المحشر لا ثوب عليه ولا حذاء حفاة عراة هكذا كما ولدنا كما نأتي إلى الدنيا ولا ثوب علينا ولا شيء، هكذا الله عز وجل يجمع الناس هكذا كما بدأكم تعودون، هكذا تعودون إلى الله عز وجل لا ثوب لا حذاء لا جاكيت ولا بنطلون ولا أي شيء، هكذا يأتون. الله خلقهم هكذا ويحييهم مرة أخرى ويجمعهم هكذا في أرض المحكمة. تشتكي ديجي خدا عز وجل إنسان توبت كاوت آخرات ده بيجل بيصول بيبلاف بيشوقة بيكم بيتشتعزي شوك خدا عز وجل إنسان تعزي ده دنيا أمهاتنا بلكي أنا وبجن إنسان شو تعزيه إيه شو أمزكي دي أخ دارتين أم تعزي دارتين هاي شكل سريوي هي تي دنيا روتن جل كل سرمتنا إنسان كو خدا عز وجل رجع قيامته بريا كون مشنا جنة وجهنمه وان درست که هر کس تعزي روت وموتو تين حضور خدا هر کس تي تشتكل سروانتنها تين في محكمة هاني دا كوم دبين أبياجي يك منظر يعني الشكل كد آخرته دا بيجلو بيشاكيتو بيصولو بيبلاو بيبوتو تعزي روت وموتو هر کس تي. طيب ربما يسأل سائل لماذا هكذا حفاة عراة وننظر إلى بعضنا؟ قد سألت السيدة عائشة هذا السؤال للرسول وأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم مشغولون بأنفسهم من الخوف ومن الهلع من الرعب ماذا سيجري. الله عز وجل يوم القيامة يظهر عظمته يتجلى بهذا العظمة فحينئذ لا يفكر أحد في نفسه ولا في غيره هل عليه ثوب أو لا ثوب عليه، فقط هكذا ينظر إلى الله عز وجل أو عينه مرتفع هكذا ماذا سيجري لي ماذا ينتظرني. فمن الخوف لا يفكر أحد في نفسه. قد يحصل هناك حريق مثلا، الآن مثلا حصل في تركيا زلزلة، هذا الزلزال الحاصل بعض الناس خرجوا من المنزل ولا حذاء له من الخوف. فتصور إذا يكون الخوف خوف الآخرة خوف المحاكمة والمحاسبة والعقاب
من يفكر في نفسه؟ هكذا شرح الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السبب من أن الناس لا يفكرون، لا ينظرون بعضهم إلى بعض. فكي كما إنسان تحزين روتن، بلكي سؤالك ولا عقلي إنسانا. حضرت عائشة بمش بيخنبر أقول عليه الصلاة والسلام قو يا رسول خدا روتو موتو تحزين معزي ظلام وجناب هفده هنا دبي يقول أوجه تكسكي فعمناك نا عقلي كسكي جترسا آخرته، جترسا حساب، جترسا جهنمي كسكي شخونا بيجا عجبا جلي من هيتنا شاكيت ابن بيلاوا من غورا من ساقو ام بيجن ساقول ديار بكر شاكيت ام بين ساقو من كسكي بيانا فكرها جترسا زيده تشتكينا عقلي انسان كانوا بري او عرض كتشيبو ده ايجا نقطه كبشوك بو قال لك انسان خورابون اما ما تشلوان هبو يعني بي بيلاف بي غورا بي شاكيت رافيان دربا يعني پرتشتکی نورماله گاوک تهلیکه که مازن ترسه که مازن مصیبت که پر مازن چه ببه وی وقت هانه انسان دو تشتکی دا نافکره نابه که جلی من که چه لما پیغمبر بجه علیه صلاة و السلام خدا اصا ترسه کی بلاد کد آخرت دا هر کس دو بجه عذاب من جهنم من چه تسری من جوی ترسه هانه خدا عز و جل و ساکنوک ترسه بلاد که کس کیشی نر سریویه عجب از روتم از تعظیمه که لکم الجنل که لکم الميره کس کیتنه هر کس شعبی خواه برجورد کد به یا ربی تکن غیر حمل مبکی وی ترساهانه يعني او ترساهانه دل هر کسی ده هي. وهناك امر اخر الله عز وجل بعدما يحييهم يقرب الشمس من الرؤوس، الناس يبدأون بالعرق، هذا كذلك احد المناظر في الاخره، والناس ينتظرون كثيرا المحاكمة مدة طويلة الله أعلم، ينتظرون وهذا كذلك نوع من الخوف والرعب. أحيانا مثلا في النظام الدولة الشرطة يلقوا القبض على الشخص ويجعلوه في المخفر ولكن أحد لا يقترب منه ساعة ساعتين ثلاثة أربعة يومين، فالرجل يبدأ بالخوف. لماذا أحد لا يأتي؟ ماذا سيعملون لي؟ ماذا ينتظروني؟ فطول الانتظار يحدث الرعب والخوف في القلوب. فالناس كذلك يبقون مدة ينتظرون أن يقضي الله بينهم فيزدادون خوفا. كذلك هذا أحد المناظر يوم القيامة. فبعض الناس يقول نريد القضاء وإن كان مصيرنا إلى النار فلننتهي من هذا الخوف، نعلم ماذا ينتظرنا، إن كان هناك جنة وهناك جهنم فلننتظر من هذا. نرجو الله عز وجل أن يسلمنا من نار جهنم. تشتكي دنيجي حال آخرت إنسان محكمة دا تسكنن پشت خواده وان توبت که روز نزیک دبه انسان خویدان ددن هر انسان که لگور گناه کود که لگور خرابی اوی یا لگور خیری اوی شل دبد آوه داد آخه داد چخواره يعني هناکی بلکی سانتین که هناکی حتی قرکا خود آخه داد ام کردی خود بجن چه عمور روزانه چه عمور چه آب و اخنا هفت که يعني او قصات داد مینن او ساکنن يعني زمان اكيد ريش هذا حساب ناخذ اجازه بسكنت بردا اف سبب هاني اف سكنه زيده بخود دل ملت دا ترسكي چيت كه يا با صحيره دبي يعني انسان كو غنه يتنا بيجد ترسهيد بيا ربي اما بلا خلاص به اتشم جهنمي تشم جنات زرارتنا قال لك انسان مثلا انا دوله وان دغرت كحبس مبسا بيك محكمه بك فقيل روكي تسكنن ماكي تسكنن دم تسكنن يا دوي جامع حكمك بدن برقص بك حبسش بر ازانبم سر مسرچب علي فيه وكردي زان وصاد بجن سر مسرچب علي في ازانبم او قصد ترسون ليه خدای عالم جبون ترسا وان زيده بك ده سكناندن او ده سكناندن او وانا ده هفدا چنو تاني فردا تشن ويدا تشن چوره سريمه. طبعا طول الانتظار يحدث الرعب بين الناس وبعد ذلك الناس يبدأون ماذا سنفعل؟ كيف الوسيلة إلى أن يبدأ الله بالمحاكمة؟ فيأتي لعقل من يذهب إلى أبي البشر آدم عليه السلام، يذهبون إلى سيدنا آدم وسيدنا نوح، يذهبون إلى الأنبياء حتى يتوسل ويتشفع لدى الله عز وجل على أن يبدأ المحاكمة، فكلهم يقدمون عذرا ويقولوا لا نستطيع أن نطلب من الله عز وجل الشفاعة في هذا الأمر. كلهم يقدم شيئا يقول قد عملته فلا أستطيع أن أطلب من الله هذا الشيء العظيم.
فيأتون في الأخير إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها إن شاء الله، أنا سأطلب الشفاعة من الله، وهو يسجد سجدة طويلة ويطلب من الله، فالله عز وجل يجيبه بأنك ستشفع، شفاعتك سيقبل وسيعمل الحساب إن شاء الله. وهذا ما سنتكلم الشفاعة، كيفية الشفاعة، هل هناك شفاعة أم لا؟ لدى العلماء خلاف، أو بعض الناس ينكرون هذا، ولكن هذا كذلك أحد المناظر. في الأخير يأتون إلى الرسول والرسول يطلب من الله ويتشفع، فالله عز وجل يقبل شفاعته أو شفاعته ويبدأ المحاكمة. تشتكي دنيا آخرات إذا بيشتك إنسان دسكنن داويش خاد بنجا هم هرن برهنكيش دعابكن برهنكيش خدا بخوازن خدا محكمة دست بكيدي شفاعت يعني هم ساكنو بجن يكي كو خدا عز وجل خبردانا قبول بك رجاءوي شفاعتاوي وسيلاوي ومحكمة دست بك دچن جم حضرت آدم باوي إنسانه يا آدم دويت باوي مي جا دعابك برا خدا محكمة دست بك جا حضرت آدم بقرا حتى حضرت عيسى هر کس بجا از نکارم وكا بجا ريك واش خدا بخازم جنتنا والله از نکارم من كيماني كامن هبي هر کس شد بجا از نکارم خدا بريا خدا ترسكي بلا كريه وصهيبتك خدا ترسك خدا كتينا عرض محشر کس کی نوره داوود اتم جن پیغمبر صلى الله عليه وسلم تين پیغمبر از همه ان شاء الله از هر شفاعتيش خدا يخ بخاز از ربي خرج بكم وحديثه كيما حفتاتي ده سري بخين پیغمبر سري خود ده سجده كي دبه او اولا مدح خداتك خدات ده مازن كن يا ربي تاوايت مازني وخدات بيجا ده سري خ بلنك اجا الشفاعتي قبولتكم سري خ بلنك تام او رجاو تكر از قبولتكم از محكمه دست بك افياجي حفتاتي كم نمرن ام بحثا يمكن ان شاء الله خدا شفاعته پیغمبر خو بكن نسيب ما ان شاء الله. نرجو الله عز وجل أن يرزقنا حياة على الإيمان وحشرا على الإيمان وكذلك تحت لواء سيد الأنام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.